الدستور لا يشترط في رئاسة الوزراء أن يكون شيعي، ولكن لأن الشيعة أغلبية وأكثرية وأصواتهم بالبرلمان 183 صوت مقعد، فطبيعي هم اللي يتولون عملية الترشيح. هذا تصريح يعني قد يفسر بشيء يعني بالضد من المالكي، أن المالكي يرتضي التفريط بحق الشيعة في رئاسة الوزراء. لا، أنا أحكي قضية قانونية، ولكن شددت على وجود الكتلة الأكبر بالبرلمان شيعية، وهي التي من حقها أن تقدم المرشح. طيب، ولكن في 2021 كان التيار الصدري وتحالف الثلاثي أغلبية. لما قدروا يحققون الكتلة الأكبر؟ ما أنتم كنتوا تتهمون أنه لا يمتلك الشرعية الشيعية، لا، ما يصير لا يطلع عن مو الجماعة اتهام ما الشيعي. يمتلك الشرعية، وإنما بالتنافس ما استطاع التيار أن يحصل على الكتلة الأكبر عند مقعد النقص. لو محصل عليه لكان هو شكل الحكومة. وليش ما رحتوا معاه أصلا في هذا التشكيل؟ يعني مثلا ما نريد نرجع للتاريخ، بس على مقعدين عطلتوا سياق دستوري. يعني يتهم الإطار بأنه عطل سياق دستوري كان ممكن يؤسس إلى عملية سياسية أكثر سلامة من الوضع الحالي. الرأي المعهود يعني أن يكون المجموع المتمثل بالإطار هو الذي يتولى هذا الرأي، ومن خلال أن يكون مجموع الأعضاء المشتركين في الإطار هم الذين يقفون خلف رئيس الوزراء، سيكون أقوى وسيكون ملتزم بالإطار وبالكتلة البرلمانية الأكثر عددا، أكثر من أن تكون كتلة واحدة وغير مرتبطة بالإطار. هل الإطار ضمانه؟ يعني لو كان التيار في وقتها مرتبط بالإطار كان بإمكانه هو يصير.